تربويا دائما وفي ملف العنف المدرسي، عاش أهل مدرسة محمد طيبي بالعاصمة حالة عنف داخل الحرم المدرسي بطلته أستاذة وولي تلميذ بسبب ضرب أستاذة لتلميذ أثناء نزوله من القسم، حيث دخلت والدة التلميذ لساحة المدرسة، وبعد مناوشات كلامية تطور الخلاف إلى شجار بالأيدي بينهما. حجز لي لفولي اليداود والتفاصيل. بتاريخ الثلاثاء 6 ديسمبر في ابتدائية محمد طيبي باب حسن بالعاصمة وفي وقت الاستقبال، كان فناء هذه المدرسة شاهدا على شجار بين ولي تلميذ وأستاذة بسبب كلمة ممنوع الضرب. تقربنا من محيط المدرسة لمعرفة أسباب الحادثة لتروي المعنية رقم 1 الحادثة بتفاصيلها. الغزالي كي كنت انا ناسيستي ممنوع الضرب، نسيستي في هذه الكلمه طارت في وجهي خبشتني، وشكون اللي جا سلكني؟ الاستاذ. ممنوع كان ضربتها ما ديرليش هكذا تخلي الحق معاها، بصح انا ما مسيتهاش كامل، على بالنا باللي ضربوا شي وين يلحق في هذا الوقت. ولا المدير ولا دخلنا للمكتب ديالو، هي كانت سليمه حاجه، ما انا اللي كونتخار، انا اللي قاعد يقول لي روحي غسلي وجهك الدم يسيل. كنت واقفه معاها، جا وليدها يبكي قال لها استاذه ضربتني، هذا واش انا هكذا واش راني نقول. جا قالت له علاش ضرباتك؟ قال لها ما على باليش ضربتني بدبزه. راحت قالت لها استاذه، قالت لها علاش ضربتيه وهكذا، دارت لها هكذا بيديها الحق، قالت لها علاش ضربتيه؟ قلت لك ما تضربيهمش، ما تزيديش تضربيه. هكذا كي دارت معها هكذا عطاتها ضربتها. الأستاذة المتهمة بالضرب والاعتداء على ولي تلميذ في الحرم المدرسي كانت غائبة، لنتوجه بعدها نحو الفرع النقابي التابع للمؤسسة العاملة فيها ليوضح لنا الأمر. يعني من طرفين، نعم بطبيعة الحال، لما يجي يتهجم عليك الأول الإنسان لازم يدافع على نفسه، ما يبقاش مكتف الأيدي، وزيد هذا على هذا أنها داخل حرم المدرسة، يعني لا، هذا ليس بخارج المؤسسة، داخل المؤسسة، فبالتالي دافعت على نفسها. ثم أنا طلبت منها أن تقوم يعني الإجراءات القانونية، تقوم بالتقرير للأمن. مدام مدير المدرسة طرف أساسي في القضية، تقربنا وحاولنا أخذ تصريح عما حدث في مدرسته، لكنه رفض. بارك الله فيك، لأنني عندي تعليمات ممنوع عليا. نورمال انتوما تعرفوا من العسكري. معليش على بالي أستاذ، بصح هذه حادثة استثنائية صراحة. ما نقدرش نعطيها لكم، أنا ما نقدرش شغلية، أنا لقاني ممثل لهذه المؤسسة، سمعت لازم يكون طرف ما نقولش. ما حدث في ابتدائية محمد طيبي يعتبر عنف داخل الحرم المدرسي، للأسف كان بين طرفين بالغين وكلاهما يعرفان القانون، لكنهما رسما صورة سيئة عن المدرسة الجزائرية.